السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، معكم عبد الكريم التينامو، مستشار جماعي ورئيس جمعية النهضة لتدبير الماء الشرب والتنمية الاجتماعية بدوار نزلة التابع لجماعة السلطنة عمالة مراكش. أولا وقبل كل شيء يجب أن نرحب بالحضور الجماهيري الكبير الذي حج من كل فج عميق لزيارة هذا الملعب الترابي التابع لجماعة السلطنة لمشاهدة هذه المباراة النهائية التي نظمتها جمعيتنا بدوار نزلة كذلك التابع لجماعة السلطنة. فشكر موصول كذلك لرجال الإعلام الذين آزرونا من أجل نقل هذا الحدث العظيم لكي يشاهده العالم الأزرق. فتحيات إجلال وإكبار لكم من هذا المنبر. فاللي بغيت نقول وهو أنه جمعية النهضة عملت جاهدا دائما وأبدا، عملت جاهدا لتنظيم دوريات كروية تحث شباب المنطقة على أن يفرزوا ما بداخلهم من طاقات إيجابية وأن يبتعدوا على جميع كل ما هو سلبي بهذه المنطقة. فالنسخة الثالثة هذه اللي تنظمها جمعية النهضة لتدبير الماء الشرب دوار نزلة، الحمد لله أنه تقدمنا بواحد العدد كبير ديال الطلبات إلى جهات معنية لمساعدتنا على تنظيم هذه التظاهرة الرياضية، إلا أن الطلبات ديالنا كانت في سابق عهدها تحظى بواحد الإقبال من طرف الناس ديال المجلس صلة السنة الماضية. هذا العام هذا الحمد لله أنه تقدمنا بالطلب ديالنا كذلك، لكن هناك أشياء كاين شي حاجة أخرى اللي ما كان نعرفوهاش حنايا رغم أننا أعضاء في اللجنة الرياضية. الحمد لله باش الدوريات المقبله تحظى ان شاء الله تعالى بقبول طلبات ديال فعاليات جمعيات المجتمع المدني بالمنطقه ديال السلطنة باكملها. وهذا هو اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى، ودائما تنقولوا بانه الهم ديالنا وهو الارتقاء بالشباب ديال المنطقه ديال السلطنة نحو الافق ونحو مستقبل رياضي شاب بهذه المنطقة، لأن احنا دائما تنقولوا بأننا تنساعدوا على بناء الطاقات الشابة هنايا بدوار النزالة وكذلك بدوار خدير جديد. تنتمناهم الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. كذلك الرسالة ديالتنا هو أننا طيلة السنوات الماضية عملنا جاهدين على الطلبات من أجل تأهيل هذا الملعب. كما كتشوفوا هو ملعب ترابي، هو الملعب اللي عنده واحد التاريخ قديم ديال كرة القدم، كان تيلعبوا فيه جل الدواوير ديال المنطقة ديال السلطنة. كان طالبنا على أساس التأهيل ديالو باش تولي حتى هو يحظى بواحد الأرضية اللي هي معشوشبة، واحد الأرضية اللي تكون رائعة تليق بالشباب ديال دوار نزلة ودوار الخدير وكذلك الدواوير اللي كتجي كتلعب هنايا، خاصة بأنه هذه الأرض هذه راه هي كتعرفوا أرض خلاوها لي الأجداد الله يجازيهم بخير. شكرا لهم من هنا، تنترحموا عليهم من هنايا. والمنطقة منطقة استراتيجية كما كتلاحظوا، جات ما بين سيدي يوسف بن علي، المقاطعة ديال سيدي يوسف بن علي وكذلك التراب ديال جماعة السلطنة، منطقة استراتيجية. فلذلك تنطلبوا الله سبحانه وتعالى بأننا نلقاو آذان صاغية، واحنا بدورنا كمستشارين جماعيين لا تنام لنا عين حتى يؤهل هذا الملعب ويصبح فيه ارض معشوشبه ويلعبوا فيه الوليدات ديال دوار نزله والشباب اللي كذا والشباب ديال دوار الخدير وكذلك ديال السلطنة كامله ان شاء الله تعالى. شكرا لكم من جديد، وكيف ما تنقولوا ان شاء الله مباشره من بعد هذا الماتش ديال النهائي ديال كره القدم اللي نظمته الجمعيه غادي توجهوا مباشره للقاعه ديال الحفلات اللي غادي نوزعوا فيها الجوائز، فكونوا معنا ان شاء الله تعالى. شكرا لكم من هنايا، هذا عبد الكريم التينامو يحييكم، تحياتي اليكم، السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اولا كنشكر الاخوان ديال الاعلام اللي داروا لنا التغطيه لهذا النهائي ديال هذا الدوري الرمضاني اللي سهر عليه جمعية النهضة للماء الشرب والتنمية الاجتماعية. مشكورة جدا، مشكورة جدا. علاش؟ لأنه تتحفز لنا الشباب على الرياضة وعلى
يتبلاو بكرة القدم بدل أنه يمشيو لنا لحويجات أخرين. حنا كآباء وأنا كرئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ يعني راه تنعرف هذا الملف شنو فيه، يعني راه ما كرهناش تضافر الجهود باش يتحفزوا الوليدات ويتحفز الشباب على كرة القدم وعلى رياضات أخرى رغم المعاناة، ورغم أنه راه حنا كي تنقولوها دائما راه حنا تنتظروا من الجماعة باش نستافدوا كذلك حنا كدوار نزالة وكساكنة دوار نزالة من ملاعب القرب، لأنه كما تشوفوا راه الوليدات راه تيلعبوا في التيران هكا عامر تراب وعامر حجر وعامر، ورغم ذلك راه حنا تنحفزوهم على الرياضه وعلى كره القدم. ومره اخرى مشكوره جمعيه النهضه للماء الشروب اللي تسهر على التنظيم ديال هذا الدوري الرياضي كي دائما، فشكرا لها وشكرا للاخوه الاعلاميين. أميرة السبيتي فاعله جمعويه. تنشكر الناس اللي استأذنوا في الحضور ديالي هنا في النزاله. تنهنئ اللاعبين ديال النزاله لان المهم كانت واحد المباراه اللي جيده ما فيهاش خواصر لا جسديه. معكم يوسف الكرمي رئيس التشبيك النووي من اجل السلطان. تنشكروا الجمعيه النهضه ديال الماء الشروب دوار النزاله على تنظيم هذا الدوري الرمضاني اللي عشنا اجواء ديال المقابله النهائيه اللي في الحقيقه عندي رساله وحده يعني شي مختصر هو مهارات. عشنا واحد المهارات شبابيه فائقه ديال سميتو، ولكن كاينه معاناه في نفس الوقت مع الملاعب اللي باقي في 2023 تنلعبوا كرة القدم. الشباب تيلعبوا كرة في ملعب محجر بحال هذه الطريقه هذه. نتمنى ان شاء الله مجلس جماعة السلطان كما شاهدنا انه كان تدشين ديال ملاعب القرب مجموعه ديال الطواوير منهم الحركات الدكانه البواسم الور لهنا كوكو، انه يكون هذه المنطقه هذه حتى هي تعيش نفس التدشينات ان شاء الله. لانه اليوم شفنا الشباب كاين واحد الطاقات رياضيه مهمه وسميتو يعني تستحق انه تستافد من بنيه تحتيه رياضيه في المستوى ديال ملاعب القرب، ولما لا يكون شي ملعب في الجهه هذه في هذه المنطقه هذه تاع سلطان. يعني كنشوفوا ديال الفرح ديال الفريق الفائز. كي قلت هنا هذه المنطقه تستحق واحد الالمام، تستحق واحد الاهتمام بهذه الفئه ديال الشباب، ويكونوا ملاعب القرب يعني ملاعب القرب ولا ملعب كبير ديال منطقه سلطان تيكون في هذه المنطقه هذه. تحيه لكم، شكرا للاعلام المحلي على هذا النقل وسميتو. تنشكر حتى الجمعيه لانه اللي في راسي هو التمويل ذاتي، يعني الجمعيه مولاة هذا الدوري تنشكروها مجهود جبار. شكرا لكم، السلام عليكم. تنشكر جمعيه النهضه للماء الشروب والتنميه الاجتماعيه على هذا الاهتمام الكبير بالمنطقه، وان دل على شيء فانما يدل على الاهتمام ديال الجمعيه بالاعمال الرياضيه وكذا الثقافيه. وبالنسبه لهذا الدوري هذا المقام بدوار نزاله، هذا الدوري كان في نسخته الثالثه، بحيث قامت جمعيه النهضه بتنظيم دوريين اخرين، وهذا دوري كان بمناسبه شهر رمضان الكريم، واليوم هو اليوم الختامي. واستجبت جمعيه النهضه الحمد لله التطلعات ديال المنخرطين ديالها، إذ قامت بهذا الدوري لتشجيع الرياضه بالمنطقه، وعرف الدوري مشاركه دواري نزاله ودوار خادر. وقد شمل هذا الدوري استفاده 8 الفرق من هذا الدوري. والحمد لله ان جمعيه النهضه تهتم بالمواطنين وتهتم بالرياضه في المنطقه، وتنوجه لها الشكر في شخص الرئيس ديالها السي عبد الكريم التينامو اللي تنهج سياسه القرب مع المنخرطين ديالو، وتنسد الاهتمامات ديال الساكنه والمطالب ديالهم. والحمد لله يعني دائما الانسان في المستوى، وقت ما عيطنا ليه وطالبنا بشي نشاط رياضي او شي حاجه
يعني تياخذوا بعين الاهتمام وبعين الاعتبار، وتلقاو الاذان الصاغيه الحمد لله. وتنعرفوا بانه اي دوري والا تيكونوا جنود الخفاء من وراه، يعني كاينه الجمعيه، كاينين الناس متطوعين وكذا، كاينين الفروق، كاين طاقم تحكيمي. يعني هذا الدوري ماشي كان غير هكاك، يعني كان الحمد لله مجموعه من المتدخلين اللي ساهموا فيه، والحمد لله هذا ان دل على شيء فانما يدل على اللحمه اللي كاينه بين جميع مكونات الدوار. والحمد لله هكا بغينا الجمعيات يكونوا، والحمد لله بغينا جميع الناس المشرفين على المنطقه يكونوا تنظروا بنفس الزاويه وبنفس التطلعات للمنطقه، ويكون المزيد من الانشطه. وشكرا كذلك للصحافه المواكبه ديال هذه التغطيه هذه، وكنقول لكم شكرا للجميع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.